البحر اللي ما شربش منه هعكره. ده المبدأ اللي ماشي بيه ولاد نادي الزمالك، ده المبدأ اللي ماشي بيه المستشار. النادي الزمالك بيتحارب، الارض اللي اتاخدت من نادي الزمالك دي مش صدفه كده. اشمعنى في الوقت دوت بعد ما خلاص النادي بدأ يجهز في الارض وبدأ يعمل مشاريع على الارض وبدأ ياخد فلوس على حس المشاريع اللي هتعمل على الارض من مستثمرين ومن رجال اعمال وخد قروض، فجأة كل ده يصحى الصبح يلاقي وزارة الاسكان حاطه قضيه على الارض وطلع حكومه وحطها زي ما انتم شايفين كده والدنيا ميغه. طب ليه؟ اشمعنى في الوقت ده؟ هو نادي الزمالك ده مش مكتوب له يستقر؟ بس احنا لو بنتحارب في رقم واحد بسبب ولاد نادي الزمالك. قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير فولو لايك، ولو انت على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب، ويلا بينا. نادي الزمالك لما بيتحارب من ولاده قبل اي شيء. نادي الزمالك ولاده الا ما رحم ربي مش مخلصين، كله بيحب نفسه فقط، كله عايز السبوبه، كله عايز المصلحه اللي هتطلع من نادي الزمالك، غير كده مالهمش فيه. على العكس وعلى نقيض النادي الاهلي. النادي الاهلي لو واحد من ولاده عنده من جواه عايز مصلحه بس بيظهر ان هو بيشتغل وبيدي للنادي، ويوم ما بيمشي من النادي ما بيتكلمش عن النادي، واللي بيتكلم بيتشطب ما بيخش نادي تاني. احنا شفنا طارق يحيى طالع عمال يهاجم في الاداره وفي جون اودوارد ومش عارف ايه وعامل لك فيها الابن المخلص، والنادي في ايامه عمره ما شاف خير. اللي هو طارق يحيى اللي معروف مش عايز اتكلم عشان ايه عيب. وائل الاباني طالع برضك يطلع اسرار ويهاجم ومش عارف. انتوا ولاد نادي الزمالك، انتوا خايفين على نادي الزمالك. انتوا لو نادي الزمالك وانتوا بتحبوه بجد هتحطوا بلاستر على بقكم وتقفلوا بقكم وتسيبوا النادي والناس يشتغلوا، وبعد كده لما الناس دي ما تنجحش في الاخر خالص وتطلعوا اتكلموا. انما دلوقتي سيبوا الناس تشتغل لحد ما تخلص المده بتاعتها، مش يمكن تنجح. يلا بينا اخبار نادي الزمالك. رقم واحد عندنا في الاخبار انتظام محمد السيد في تدريبات نادي الزمالك. طبعا محمد السيد اللاعب الواعد اللي هو عقده هينتهي بنهايه الموسم ويحق ليه التوقيع لاي نادي، وغالبا هو راسم ان هو يروح النادي الاهلي وعمال يماطل ومش عايز يجدد عقده. ده كان في منتخب الشباب في معسكر ورجع تدريبات نادي الزمالك. محمد السيد على فكره لاعب نص ملعب قوي جدا وجامد جدا وموهبه ولاعب مستقبل الزمالك في نص الملعب، ولازم الزمالك يشوف صرفه في موضوع تجديد عقده ده، يا اما يستفيد بقى ويشوف له عرض يمشيه قبل ما يجي حق التوقيع لاي نادي، عشان ما يبقاش كل شويه نجهز لاعب وفي الاخر نخسره. بلوشي. عودة أحمد فتوح لتدريبات نادي الزمالك. أحمد فتوح خلاص الراجل اتعاقب بما فيه الكفاية واستبعدوه من تدريبات الفريق الأول بما فيه الكفاية، وكان بيتمرن لوحده مع ماركو وكان في التمرين وفي الجيم والكلام ده لوحده كله انفراد. بس خلاص أحمد فتوح المدرب بتاع الأحمال والمدرب اللياقة ادى يعني الأوردر ليانيك فيريرا، خلاص الراجل شغال والراجل تمام وخلاص يخش جوه فرقه وفتوح مكسب كبير، لان فتوح احسن لاعب باك شمال داخل الدوري المصري وداخل افريقيا. طبعا هو مش هيبقى رقم واحد في الزمالك كباك شمال، بس هو جوكر يعني ممكن تلعبه 6، ممكن تلعبه 8، يلعب 10، ممكن يلعب جناح، فهيحل لك ازمات كتير. وفتوح لو لعب 8 جنب شحاته هيبقى حاجه ما اقولكش يعني. يانيك فيريرا عمل محاضره فنيه قبل ماتش مودرن، يعني شغال محاضرات بقى على ازاي نفك التكتلات. بس احنا يا عم يعني مش عايزين كلام بالبق، مش عايزين كلام بق ايه، عايزين كل شغلك في التقسيمات، ولو هتلعب اي ماتش ودي فيما بعد او على فرق بتتكتل تفك التكتلات دي ازاي، نعمل جمل ازاي، نحفظ الفرقه. يا عم مش هقول لك 100 جمله، جملتين ثلاثه يشتغلوا عليهم. الكور الثابته نلاقي فيهم تريكات، انما محسسين ان النادي الزمالك نازل سيستم واحد، اللعيبه مرصوصه، اللعيبه بتتحرك بس يعني ضمنه، انما حاجه تفك التكتلات تفاجئ بقى الخصم، تعمل جمله، تعمل كره 1 3، تعمل كره يعني اللعيبه تغير اماكنها مع بعض بسرعه، اللعيبه تتحرك مع بعض بسرعه. لا مفيش، الزمالك ما بيشتغلش وحده واحده، الزمالك بيشتغل فرط كده مفرط من الاخر يعني. نقل ماتش مودرن لاستاد هيئه قناه السويس بدل استاد القاهره، والزمالك جمهوره كان حجز الماتش بتاع استاد القاهره ودفع حق التذاكر، بس شركه تذكرتي اعلنت ان هي هترد قيمه التذاكر. طب هنا الناس بتتساءل، طب الناس اللي عايزه تروح الماتش، طب هل كده الماتش هيبقى من غير جمهور؟ اصل انت بترد لي القيمه. ممكن عشان انا مش هقدر اسافر مثلا، فانت هترد له القيمه وهتفتح باب الحجز تاني من اول وجديد لاستاد هيئه قناه السويس. فاللي عايز يحجز ويسافر يحجز، لان ده طبعا استاد القاهره في قلب البلد وده مشوار بعيد، ففي ناس كانت حابه انها تروح استاد القاهره، مشوار قريب وسهل وخفيف ولذيذ. وطبعا في ناس مش ملهاش في الترحال وفي القصص دي ومش معاها عربيه، او لو حتى معاها عربيه مش حابه ان هي تسافر والكلام ده، فهي هترد لهم التذاكر، والمفروض ان هي هتفتح باب الحجز تاني، لان الماتش اكيد مش هتلعب من غير جمهور يعني.
فهنشوف. وطبعا استاد القاهره دخل صيانه، استاد القاهره سيء جدا بصراحه، ما تلعبش على النجيله بتاعته كوره. استاد هيئه قناه السويس استاد تحفه معماريه بصراحه، والنجيله بتاعته تحفه، فهتبقى فايده ان شاء الله لنادي الزمالك. مش يعني انا شايف ان حاجه مش مضره ان احنا نبعد اليومين دول عن استاد القاهره. والاهلي برضك ماتش بيراميدز اتنقل من استاد القاهره لاستاد السلام. الزمالك اعلن جاهزيه شيكو بنزا. طب هو كان شيكو بنزا مثلا مش جاهز او مصاب او لا، ما كانش في اي حاجه، هو كان بس قرصه ود. وكان برضك بيقولوا له ليه من اول يوم اهو العين الحمراء هتطلع، رغم ان الراجل ما تجاوزش التجاوز اللي هو غير لائق، ولا شتم، ولا مثلا حدف ازازه، ولا شوح، ولا قلع التيشيرت ورماه على الارض، ولا اي حاجه. هو الراجل بس كان طلع متضايق وبيكلم نفسه، ودي حاجه عادي يعني. الراجل بيتنحرر من الاخر، بس برضك بيبينوا له ان احنا ماشيين على سيستم، وبيبينوا لاي لاعب تاني يفكر يعمل نفس الفعل او اكتر، ده هيبقى مصيره، وهيبقى فيه بعد كده كمان عقوبات وخصومات. تقرير محمد معروف يدين محمد هاني، بس هل هياخدوا لجنة الانضباط بالتقرير بتاع محمد معروف؟ ده الطبيعي والمفروض، لان الحكم ده زي قاضي في الملعب، يعني اللي يتكتب في التقرير بتاعه يتاخد بيه. تمام. لا، تقرير محمد معروف اتحط في الدرج وتوقف عن يعني تحكيم ماتشات الاهلي، ابعد عنها، يعني مش هيحكم ماتشات على الاقل 5 6 ماتشات، وهو الايام بيننا مش هيحكم من الاهلي تاني، عشان نبقى بس متفقين. يعني لما محمد عادل في وقت من الاوقات يعني ظلم الاهلي سنه كده، ما شفناش بيحكم للاهلي تاني. هي دي الكره المصريه، هو ده لجنه المسابقات على الكيف، يعني شويه اشتغل في كده ويعني كوسه من الاخر. ايوه، كوسه من الاخر. خبر بقى يحزن او يزعل او يفرح جمهور النادي الاهلي على حسب كل واحد هياخده ازاي. عرض لديانج من نادي لانس الفرنسي بشراء قيمه ديانج المتبقيه في اللي فاضل له في الاهلي سنه. عرض نادي لانس الفرنسي $1.5 مليون للنادي الاهلي يشتري بيهم السنه او السنه ونص اللي فاضله في عقد اليو ديانج. واليو ديانج اصلا حس ان المدرب مش هوي قوي. المدرب بتاع الاهلي خوسيه ريفيرو مش حابه، مش داخل دماغه. ما شفناه اول ماتش ما بدأش بيه وما لعبوش، وشفناه تاني ماتش لعب طبعا اساسي وفرض عليه، والراجل عمل ماتش كبير قوي وقام سحبه. كان تغيير غريب، ولما اتسحب من الماتش بتاع كان الاهلي بيلاعب مين؟ فاركو. لما اتسحب من الماتش الاهلي دخل في جون وبدأ فاركو يشم نفسه ونص الملعب بتاعه